تحية لكم في مستهل نشرة الأخبار من قناة الدلتا الفضائية في طنطا. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين. وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرا إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء. من جانبه أشاد الوزير الأمريكي بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن وزير الخارجية الأمريكي نقل للسيد الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن وتقديره لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين. وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرا إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، ومحذرا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدا ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه أشاد الوزير الأمريكي بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة. وقد توافق الجانبان على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه أكد خلال السنوات الماضية التزامنا الأصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية بما يعكس قيمتها وحجم التضحية، إلا هو الوطن، فهي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية والسند ومنبع العطاء وقت المحن والدرع الواقية أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في احتفالية المرأة المصرية اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. ووجه الرئيس السيسي الحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز. كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بتشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي، ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة، ويتيح فرصة للإدراك المهني وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية. ووجه الرئيس السيسي أيضا بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية، وكذا توفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال والتوسع في توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. اسمحوا لي ونحن نحتفل اليوم في تقليد سنوي متجدد بسيدات مصر العظيمات أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين
أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح، ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها. فالمرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع والوطن، ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه. ولعل احتفالنا اليوم هو محاولة لتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن، باعتبارها المساهم والشريك المعطاء باختلاف وتنوع أدوارها. فقد احتضنت وربت، وتفوقت وأجادت، وألهمت وقادت، وحملت هموم هذا الوطن وقضاياه على عاتقها، مقدمة في سبيل رفعته وسلامته. فلذت كبدها وزهرة عمرها، فهي أم الشهيد الصابرة، والزوجة الداعمة وقت الشدة، والأخت الفاضلة، والابنة التي تملأ الدنيا سعادة وبهجة، متطلعة لبناء غد مشرق لبلادنا. عظيمات مصر سيداتها وفتياتها، لقد أكدت خلال السنوات الماضية التزامنا الأصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية، بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التي قدمتها بكل تجرد من كل هوى إلا هوى الوطن. فهي ضمير الأمة ونبضها، والحارس الأمين على الهوية المصرية، والسند ومنبع العطاء وقت المحن، والدرع الواقية أمام محاولة النيل من عزيمة هذا الوطن. واستكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي: مراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز. تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة، إذ يوفر فرص عمل جديدة لها، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي. تشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي، ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة، ويتيح فرصة للإدراك المهني وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية، بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة. توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية، وكذا توفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. التوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة في الصناعات المطلوبة بسوق العمل، وكذلك في المجالات التكنولوجية والرقمنة، بما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل. استحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. أشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة. كما استعرضت وزيرة الهجرة الجهود لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة،
وكذلك نتائج الاجتماعات التنسيقية للإسراع بإطلاق منصة إلكترونية تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج، والتي ستقوم بتجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة وتقديم الشكاوى وغيرها للمصريين بالخارج. كما استعرضت أيضا وزيرة الهجرة التطورات المتعلقة بتأسيس المبادرة الخاصة بالمركز المصري للهجرة ليضم مختلف الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها في أسواق العمل لديها من العمالة المصرية، بما يخلق فرصا بديلة لشبابنا. أشارت السفيرة سهى جندي كذلك إلى جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج. في الغربية شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الاحتفالية التي نظمتها محافظة الغربية بمناسبة ذكرى 10 من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا. بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وعرض فيلم تسجيلي بعنوان حكاية علم. وفي كلمتها أناء مفتي الديار المصرية الحضور بشهر رمضان المبارك، مؤكدا أن شهر رمضان هو فرصة للانتصار على النفس، مشيرا أن الانتصار الحقيقي للإنسان هو الانتصار على نفسه أولا. أضاف علام أن الجندي المصري هو الفارس الحقيقي لأنه مشهود له بالخيرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير جنود الأرض لأنهم في رباط إلى يوم القيامة. كما شهدت الاحتفالية لقاء حواريا مع فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية واللواء محمد الهمشري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والذي تحدث فيه عن القيم المستمدة من حرب أكتوبر العظيمة والخالدة. اختتمت الاحتفالية بتكريم المحافظ ومرافقوه لأسر الشهداء. نظم الدكتور محمود ذاكي رئيس جامعة طنطا حفل إفطار جماعي ل1000 من العاملين بالخدمات المعاونة والعمالة المؤقتة بدعوة شخصية من رئيس الجامعة، وذلك بمجمع الكليات بسبربي بحضور عدد من العمداء ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة. أكد الدكتور محمود ذاكي خلال كلمته حرصه على تنظيم حفل الإفطار السنوي لإرساء دعائم المحبة والمودة بين العاملين بالجامعة، مشيدا بجهودهم طوال الفترة السابقة في إنجاز الأعمال باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية في تطوير الجامعة. خلال الإفطار تبادل رئيس الجامعة الحوار مع العاملين بالجامعة وأسرهم، حيث هنأهم بحلول شهر رمضان المبارك متمنيا لهم دوام التوفيق. عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس اجتماعا طارئا بلجنة متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية على النيل بطول كيلومترين تقريبا وبتكلفة إجمالية تبلغ 7 ملايين جنيه تقريبا من الخطة الاستثمارية للمحافظة. وقرر المحافظ إحالة كافة أعضاء اللجنة إلى التحقيق الفوري لتقاعسهم في متابعة أعمال التنفيذ وانخفاض نسب التنفيذ عن المعدل المطلوب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاههم وتجاه المقاول المنفذ للأعمال. أكد مختار على أننا نعمل جميعا هنا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تنفيذ ومتابعة المشروعات الخدمية التي تخدم المواطنين. شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم الأربعاء حفل افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية، والتي ينظمها إقليم شرق الدلتا الثقافية بالمنصورة بالتعاون مع استاد المنصورة الرياضي. وتقام الليالي الرمضانية خلال الفترة من 10 وحتى 19 من شهر رمضان المبارك بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضية. في كلمته قدم المحافظ التهاني لشعب الدقهلية بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا لأبناء مدينة المنصورة الاستمتاع بهذه الليالي الرمضانية. أكد مختار على أن الفن هو ملتقى الأمم والشعوب لتبادل الثقافات ونشر المحبة والسلام، مؤكدا على أن حضارات الأمم تقاس بما تتركه من ثقافة وفنون، فالحضارة تتكون من الثقافة الإنسانية بجميع فنونها وفنون خالدة تتناقلها الأجيال. الحفل تضمن تقديم فقرات وعروض فنية متنوعة من الإنشاد الديني والفنون الشعبية. صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه جاري تنفيذ 9 مشاريع خدمية تضم أسواق حضرية ومواقف نموذجية بقيمة استثمارية
تقارب 86 مليون جنيه بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، حيث يتم إنشاء موقف نموذجي بطريق شبين الكوم قوسنا بجوار كوبري المنوفية العلوي، كما يجري إنشاء موقف وسوق نموذجي بمقر مجزر بركة السبع القديم، وسوق حضاري متعدد الطوابق بشارع بورسعيد بمدينة الشهداء، بالإضافة إلى استكمال إنشاء السوق الحضري بمدينة سرس الليان، وكذلك إنشاء وتطوير السوق الحضري بمنطقة كفر زلابيا بمدينة أشمون، وباقيات لعمل سوق حضري بشارع إسكاروس البحري من مزلقان العبور بطريق شبراباص، وسوق حضري آخر بنطاق حي غرب شبين الكوم، بالإضافة إلى إقامة سوق حضري بشارع أحمد عرابي خلف الجمعية التعاونية بمركز تلا. أضاف محافظ المنوفية أن مشروعات الأسواق الحضرية والمواقف النموذجية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق قرى مركزي أشمون والشهداء بلغ 11 موقفا للسيارات و21 سوق حضاري. كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطالبتين سمية محمد وفاطمة كمال لحصولهما على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة فن مبتكر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث قدم محافظ المنوفية شهادات تقدير ومكافآت مالية للطالبتين تقديرا لتفوقهم العلمي، معربا عن سعادته وفخره بتمييزهم على مستوى الجمهورية والمشاركة في المحافل الدولية. هذا وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن مسابقة فن مبتكر هي مسابقة سنوية تم إطلاقها عام 2000 في ريادة الأعمال والابتكار لدعم المبتكرين من طلاب وطالبات التعليم الفني، مشيرا إلى أن المنوفية شاركت بمشروعين وهما سويل سناب سماد عضوي كومبوست حيواني نباتي وتم دعمه من خلال أكاديمية البحث العلمي، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق المشروع بمدرسة قوسنا، والثاني سولار إيدج متتبع شمسي يساعد في رفع كفاءة الألواح الشمسية بنسبة 60% عن المعدل الطبيعي. تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ توافر السلع بمنافذ معارض أهل رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة لتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة. قال محافظ كفر الشيخ إن معارض أهل رمضان مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية. أكد محافظ كفر الشيخ على توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بجميع معارض أهل رمضان البالغ عددها 16 منفذا على مستوى المحافظة بمدن كفر الشيخ وقلين وسيدي سالم والرياض وبيلة والحمول وبلطيم وفوة ومطوبس وبرج البرولوس وسيدي غازي ومسير. كلف محافظ كفر الشيخ بتكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق والتصدي لكافة وسائل الاحتكار. تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اليوم الخميس أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي بديوان عام المحافظة. قال محافظ كفر الشيخ إنه سيتم إنشاء مركز التحول الرقمي الجديد وتجهيزه بأحدث النظم والبرامج المعلوماتية في سابقة هي الأولى في محافظة كفر الشيخ لإحداث نقلة نوعية متقدمة على طريق التنمية الرقمية، مما ينعكس إيجابا على تطوير الأداء والخدمات التي تقدمها الدولة باستخدام المنظومات الإلكترونية لميكنة ورقمنة جميع الخدمات والاستغناء عن المعاملات الورقية تحقيقا لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بكل صوره، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة تساعد في صناعة القرار والمساهمة في وضع الخطط واستحداث برامج لتلبية احتياجات العمل. كما يهدف إنشاء مركز التحول الرقمي إلى الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة من خلال البنية الأساسية والنظم والتطبيقات. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري، بارد ليلا، كما تظهر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية. وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات الدلتا بيانها كالتالي: طنطا 21-13، شبين الكوم 22-13، المنصورة 22-13، دمياط 20-12، كفر الشيخ 20-12. انتهت نشرة الأخبار. نشكركم لطيب المتابعة. طاب مساؤكم في أمان الله.